السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هما واحد المقبلات اللي تقدروا تحضروهم مع الاطباق ديالكم، كيجيو رائعين. طريقه التحضير سهله وكذلك المكونات. غنبداو هنا بالسلطه ديال الباذنجان ولا مقبلات الباذنجان. كناخذوا الدنجان هنا، غادي نشويوه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ كذلك هنا الفلفله الوان، حتى هي غادي نشويها. من بعد غادي ناخذ واحد المقيله، غادي ندير فيها زيت الزيتون، غادي ندير هنا بصله مشروده رقيقه، غنزيد معاها هنا 4 دروس ديال الثومه. من بعد ما غنشحرها مزيان غادي ناخذ هذاك الدنجال من بعد ما شويتو ونقيتو وسقطرتو مزيان، كنزيدو مع داك الخليط ديال البصله مع الثومه. كنشحرهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد كناخذ كذلك الفلفله من بعد ما قشرتها وقطعتها طريفات على هذا الشكل. غادي نضيف الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، غادي نزيد هنا معلقه ديال التحميره، شويه ديال السكينجبير، وهنا كذلك شويه ديال القزبر يابس. كنخلط دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيتجانسي الخليط. وهنا ملي كيتشحروا مزيان كندير هنا عصير ديال نص حامضه، وكنخليه يعاود يزيد يتشحر مزيان. هنا من بعد ما غادي يتشحر غادي نزيد معلقه ديال القزبر المعدنوس، وغادي نزيد كذلك شويه ديال الكمون. وهاهي كيف ما كتشوفوا المقبله ديالي وجدات. كما كتشوفوا العافيه تكون شويه متوسطه حتى المجهده. ها هو نشف من الماء وها هي وجدات وكيجي لذيذ بزاف. غادي ندوزو هنا نخدمو بالقرعه الخضراء. هاد المقبله كذلك كتجي زوينه بزاف. كناخذ القرعه كنقطعها طريفات صغارين بعد ما كنغسلها كيف كتشوفوا معايا هنا مدوره. غادي نسلقها في الماء، غادي نديرها غير تقريبا غير حتى غادي يبدا يغلي الماء ديالي. غنزيد فيه شويه الملحه وغادي نحيدها، ما نسلقهاش بزاف. غادي ناخذ ديك المقيله غندير فيها الزيت، غندير فيها هنا الثومه كذلك، كتبقى على حسب الكميه اللي دايرين. غادي نشحرها مزيان. غادي نزيد هنا شويه ديال الزعتر، صافي. وغادي ناخذ ديك القرعه ديالي من بعد ما غادي نسقطرها مزيان، غنضيفها على ديك الثومه مع الزعتر وغادي نخليها تشحر. هنا ندير غير عافيه متوسطه باش طيب لينا فيها مزيان ديك القرعه، حقاش ما غاديش نطيب، ما غاديش نسلقوها بزاف. هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه، فلفل اسود، وغادي نخلط كل شيء. كيف ما شفتوا ما فيهاش بزاف ديال التوابل وكتجي لذيذه بزاف وحتى كتوجد بسرعه. من بعد هنا غادي نزيد شويه ديال الكمون،
وكنخلط كلشي. غادي من بعد ما طيب غادي ندير هنا شويه ديال القزبر معدنوس، وغادي نعصر عليها حتى هي الحامض، راه كتجي لذيذه بزاف. وهذه هي المقبله الثانيه كيف ما كتشوفوا معايا وجدات. ندوزو المقبله اخرى هنا بالبطاطا. غادي ناخدو كيف ما كتشوفوا معايا واحد المقيله بطاطا، غندير ليها نص سلقه، غادي نقطعها كيف ما كتشوفوا على شكل طولي. غادي نستفها في ديك المقيله مع الزويته. غادي نضيف الملحه، شويه ديال الابزار، وغادي ندير هنا الثوم مجفف، غادي نزيد على طريه ديال الكوري، وغادي نزيد كذلك هنا معلقه صغيره ديال البابريكا غير على ود اللون، كيبقى اختياري. صافي، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. هنا غادي نزيد كذلك شويه ديال الاعشاب المنسمه، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. هنا من بعد ما طابو غادي نزيد شويه ديال القزبر المعدنوس. بالنسبه للبطاطا راه تقدروا سواء ديروها غير في المقله ولا كديروها في الفران. بالنسبه للفران كديروا العطريه كامله وكديروها في الفيلم اليمونتير وبابي الومنيوم وكتدخلوها الفران، وكتجي لذيذه بزاف. وهادو هما المقبلات ديالي. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوا هاد الوصفات مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من لايكات ومن تعليقات. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.